هل هناك سنة معينة في لبس الثياب أو تكون ثياب مخصصة لصلاة العيد أو يوم العيد؟ أورد الإمام العلم الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه كان يلبس يعني أجدد وأحسن ثيابه في العيد، كان يلبس أحسن ثيابه في العيد، سواء كان في العيد الفطر أو عيد الأضحى. والرواية جاءت بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه في العيدين، ودي من سنة الأعياد. العيد فرحة حتى في الثياب، ولذلك استحب العلماء التطيب للعيد والاغتسال قبل العيد، ولبس أفضل وأنظف وأجدد وأحدث الثياب للعيد، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.